تنصيبة أخرى اسمها معلقات، كنت عملتها في سيول في كوريا الجنوبية. اشتغلت على المعلقات اللي هم خذوا وقتها قبل الإسلام، خذوا أشهر الأشعار وكتبوهم على الحرير بحبر ذهبي وعلقوهم على جدران الكعبة، هكا كأنه طريقة لتثمين هذه الأشعار وهؤلاء الشعراء. فأنا أخذت نفس الفكرة تقريبا، لكن كتبت على البلاستيك الشفاف. عودت السبع معلقات تقريبا، معناها أجزاء منهم بالطبيعة، وحطيتهم في شكل متاهة، يعني المتفرج يدخل في وسطهم فيولي كأنه في وسط هك العالم تاع الحروف. تاخذوا الحروف وتهزوا العالم مختلف. وكذلك صورتهم بالفيديو، صورت بعض المقاطع من المعلقات بالفيديو، وعملت وكأنها الشاشة تاع عرض هالمقاطع الفيديو صارت الأرضية. وباش تدخل أنت، كي تدخل لهالمتاهة هذية لازم تكون حامل للفيديو، فيصير الحروف تصير على جسدك، فتكون أنت مشارك في التنصيب هذه. فصارت لي غريبة. الكوريين في يوم الافتتاح يخافوا من أنهم يمشوا برجليهم على الحروف اللي هم لوطة في الأرض كيف ما قلت لكم، فيجيوا هكا على جنب وكأنه يحسوا لي هي حاجة مقدسة، فما يحبوش يعبسوا عليها. إلا ما بديت أنا ندخل ونخرج، ندخل باش فهمتهم اللي هي راي داخلة في اللعبة، واللي هم باش يكونوا حوامل للحروف. وكانت فما حادثة غريبة. أنا لما عملت العرض بقيت نمشي تقريبا كل يوم للقاعة، فما ناس من كوريين يعني كل يوم يجيو اليوم، يجيو غدوة، يجيو بعد غدوة. فسألتهم وتفهم على علاش تجيو كل يوم. قالوا لي لأنه فما طاقة جميلة، يعني كيما نمشوا للبحر ولا نمشوا للغابة، فما الطاقة الطبيعية الجميلة في البلاصة نتاعك، فما طاقة جميلة نجيو نشحنوا نشحنوا رواحنا بهذه الطاقة الجميلة. فهذا أهمية التنصيبات، أنك تهز معك الخط في مغامرة جديدة، أنك تثبت أنه موروثنا من الخط العربي هو قادر أنه يتلون وأنه يساير كل المستجدات أو الأشياء اللي جدناها تشكيليا، ما عندوش نهاية. يعني هذا فن ما عندوش حتى نهاية. يعني هو اللي يهزك الثنية جديدة، هو اللي يقترح عليك مغامرات جديدة. يعني وانا نشتغل عليه في وقت ما حسيته هو اللي يهز فيه، يشد من يدي ويهزني في ثنية جديدة. هذه قوة وعبقرية جدودنا يعطيهم الصحة، اللي خلوا لنا أكثر من 200 نوع خطي، أكثر من 200 نوع خطي. في الحضارات الأخرى نلقوا 15 20 نوع خطي، احنا جدودنا خلوا لنا أكثر من 200 نوع خطي.